بص يا صديقي، تخيل معايا كده تكون شاب فقير وضعيف وحالك يصعب على الكافر والنبلاء بيعذبوك لحد ما تموت. ومن هنا ستبدأ حكايتنا. في يوم وليلة يتشقلب حالك وتتولد من جديد بجسم طفل من الأمراء وتبقى الأقوى على مر تاريخ البشرية. قبل ما نبدأ يا صديقي ما تنساش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب أقول لك إن حكايتنا النهاردة غير أي حكاية شفتها أو هتشوفها في حياتك. حكاية النهاردة أقل ما يقال عنها إنها أسطورية بمعنى الكلمة، فعاوزك تروق لي دماغك كده ويلا بينا نبدأ حكايتنا. في الوقت ده بنشوف بطل حكايتنا بيخرج آخر أنفاسه والنبلاء بيعذبوه وقاعدين يلعبوا بيه حرفيا وكأن حياته لعبة في أيديهم. وقبل ما يموت بيقول أنا ليه ما اتولدتش بقوة سحرية زيهم كده؟ ما كانش في إيدي حاجة أعملها عشان أبقى زيهم. وخلاص بطلنا يفارق الحياة. ومن هنا تبدأ حكايتنا. في اللحظة دي بيفتح عينه وبيلاقي حواليه خادمات كتير وهو مش فاهم أي حاجة، وبيرفع إيده وبينطلق سحر قوي جدا منها وبوم بيدمر برج القصر بالكامل. أوبا، وهكذا ولد بطلنا من جديد. بس المرة دي مش واحد عادي، لا ده الأمير السابع لويد، ودي الحياة اللي كان طول حياته بيتمناها. ونعرف إن أول ما اتولد لويد قعد يقرأ في كتب السحر وكمان أطلق سحر قوي جدا، وده كله وهو لسه مولود، ودي طبعا أكبر صدمة لكل المملكة. وهنا لويد هرب من الخدم وراح لمكتبة القصر واللي فيها أسرار كتير جدا عن السحر. ونعرف إن لويد مهووس جدا بتعلم السحر. وفي اللحظة دي بتيجي واحدة ودي تكون معلمته سيلفا، واللي تعتبر من أقوى المقاتلين في المملكة بالكامل، وبيتدرب لويد على المبارزة ولويد بيكون مواكبها بالعافية. ودي طبعا أكبر مفاجأة لأن لويد لسه طفل وبيواكب أقوى فارسة في العالم. وفي اللحظة دي لويد بيستخدم السحر وبيطول سلاحه وبيعزز من قوة جسده، وكمان بيطير سنة من على الأرض وبيهجم عليها بقوة، بيتبادل معاها ضربات قوية جدا وبيتحرك بسرعة جدا وبيهجم عليها من ظهرها وبوم بتتصدى ليه وبتقول له كنت بتغش مش كده يا لويد؟ اوبا قفشتك يا معلم وانت بتستخدم السحر. بس بتنبهر جدا بيه وبتقول له استخدمت سحر الطيران وطولت سلاحك، انت عبقري فعلا يا لويد، حتى اقوى المقاتلين في العالم ما يقدروش يستخدموا تعويذتين في وقت واحد. لويد بيقول لنفسه الحمد لله ما خدتش بالها اني استخدمت 4 تعاويذ مش 2 بس. اوبا يا ابن اللعيبه يا لويد. وبيمر الوقت وهنا نعرف ان في القصر ده في مكتبه سريه تحت الارض، لا وايه كمان فيها شيطان مختوم جواها، الشيطان جريموار. واول ما لويد بيسمع الموضوع ده بيروح جري للمكان ده وبيلاقي فيه حراس بيحرسوه، فبيفعل تعويذه اخفاء على نفسه وبيقرب للحراس وبيسمع واحد وهو بيقول للتاني خليك مركز عشان بيقولوا انه جوه المكتبه دي في سحر قادر انه يزلزل المملكه